يا مساء الفل على كل اللي بيتابعونا. النهاردة معانا حكاية مش أي حكاية، حكاية تراث أصيل، حضارة عريقة، وفن عمره قرون. حكاية القفطان المغربي، القطعة اللي مش مجرد لبس لكن رمز للهوية والجمال المغربي، واللي تم إدراجه رسمياً ضمن قائمة التراث الثقافي غير المادي للبشرية من اليونسكو. بس قبل ما ندخل في تفاصيل الإعلان، لازم نرجع بالزمن شوية ونشوف القصة من البداية. المغرب بلد غني بالحضارات، الأمازيغ، الفينيقيين، الرومان، العرب، الأندلسيين، كل حضارة ساهمت بحاجة صغيرة، ومع الوقت اتجمعت كل الإضافات دي مع بعض، وده اللي خلى المغرب غني بالثقافة والفن. القفطان ظهر لأول مرة كقطعة قماش بسيطة واسعة تغطي الجسم كله، لكنه مع مرور الوقت بدأ يتطور. لما وصل الأندلسيين بعد سقوط الأندلس، جابوا معاهم فن وتصميم وذوق رفيع، وبدأت تظهر التطريزات المعقدة والخيوط الذهبية والفضية اللي اتعلمها حرفيين من أجدادهم، وأصبحت جزء من الهوية المغربية. القفطان ما كانش مجرد لبس، ده رمز اجتماعي، كل طبقة ليها تصميمها وألوانها. السلاطين كان ليهم قفاطين مزخرفة بالذهب والفضة، كل غرزة فيها رسالة عن السلطة والفخامة. الستات العاديين كان ليهم نسخ أبسط لكن محتفظة بالجمال والهوية. وفي القرون الوسطى، القفطان كان جزء من الحياة اليومية، في الاحتفالات، المناسبات الدينية، وحتى في السوق. وكل جيل بيورثه للجيل اللي بعده، مش بس كلبس لكن كجزء من الهوية والانتماء. كل مدينة مغربية ليها بصمتها الخاصة. فاس، القفطان معروف بالدقة العالية في التطريز وبالحرير الفاخر، وده اللي بيخليه مميز وفخم. مراكش، القفطان هناك ألوانه زاهية وفيه لمسات صوفية رائعة. تطوان، القفطان مميز بالأقمشة الأوروبية القديمة والحواف المتقنة، وده اللي بيخليه مختلف عن أي مدينة تانية. الرباط والدار البيضاء، القفطان دخل فيه لمسات عصرية تناسب الحياة الحديثة مع الاحتفاظ بالروح التقليدية. يعني لما تقول قفطان مغربي، انت في الحقيقة بتتكلم عن تاريخ كامل وفن متنوع، مش مجرد قطعة قماش. الورش المغربية مليانة حياة. تخيل معايا ورشة صغيرة في شارع ضيق في فاس، مليانة خيوط وحرير. الجد بيعلم الحفيد، والحفيد بيتعلم الصبر والدقة. كل غرزة فيها قصة، وكل لون له معنى. الجميل إن معظم المصممين العالميين بدأوا من ورش صغيرة زي دي، وبفضلهم القفطان فضل حي ومحبوب، وبدأ يظهر في عروض الأزياء الدولية. وأحياناً الحرفيين يحكوا لك حكايات عن القفطان اللي اشتغلوا عليه شهور، عن عرايس لبست القفطان في الأعراس الملكية، عن مستثمرين أوروبيين شافوه وعجبهم لدرجة إنهم حبوه يعرضوه في المتاحف الأوروبية. كل قطعة ليها قصة. القفطان مش مجرد لبس، ده لغة بصرية. الخطوط المتقاطعة تعبر عن الحماية والطاقة. الزخارف النباتية رمز للخصوبة والنمو. الألوان، الأحمر للشجاعة، الأزرق للهدوء، الأخضر للطبيعة، الذهبي للفخامة والثراء. ده كله بيخلي القفطان كتاب مفتوح عن الثقافة المغربية، وكل غرزة فيها حكاية. الست المغربية دايما كانت القلب النابض للقفطان، من جدتها لوالدتها ليها. كل جيل بيحافظ على القطعة ويورثها، مش بس كلبس لكن كرمز للانتماء والهوية. وفي الأعراس، القفطان بيظهر مكانة العروس ويعكس الفخر بالتراث، وده شيء مش موجود في أي زي تاني في العالم. وكمان القفطان بيدمج بين الحشمة والأناقة، وده اللي خلاه محبوب جدا في المجتمع المغربي وحتى خارج المغرب. النهاردة القفطان المغربي موجود على منصات عالمية. مصممين مغاربة عرضوا القفطان في باريس، نيويورك، دبي وغيرها. القفطان دخل الموضة العالمية لكنه محافظ على جذوره التقليدية. السياح بيجوا مخصوص للمغرب عشان يشتروا القفطان، مش بس كلبس لكن كقطعة تراث وحضارة. القفطان بقى رمز للمغرب على مستوى العالم، وده نتيجة جهود الحرفيين والمصممين اللي حافظوا على أصالة التراث. في الهند، لجنة خبراء عالمية درست القفطان المغربي، وبعد تقييم دقيق أعلنوا القفطان المغربي جزء من التراث الثقافي غير المادي للبشرية من اليونسكو. القرار ده مش بس خبر، ده تتويج لجهد سنين طويلة.
وزارة الثقافة المغربية، المندوبية في باريس، الحرفيين والمصممين، الجمعيات والمهتمين بالتراث. كلهم اشتغلوا على الملف، صور، بيانات، شهادات، تحليلات، وكل التفاصيل موجودة: تاريخ القفطان، تطوره، دوره الاجتماعي، ألوانه، رموزه، طرق صناعته. اليونسكو ما بتسجلش أي حاجة، لكن الحاجة اللي لسه فيها حياة واللي لسه المجتمع محافظ عليها واللي لسه جزء من الهوية، وده بالظبط القفطان. المصممين المغاربة طوروا القفطان بإدخال لمسات عصرية، قصات حديثة، ألوان جديدة، لكن الروح نفسها، الرموز نفسها، الدقة نفسها. ده سر أي تراث حي، إنه يتطور من غير ما يفقد هويته ويظل محتي. الاعتراف باليونسكو مش بس للمغرب، ده رسالة لكل الشعوب: احموا تراثكم، وثقوه، وورثوه للأجيال القادمة. القفطان المغربي مثال حي على قوة التراث، قدرة الثقافة على العيش، وتأثير الفن في العالم. تحية كبيرة لكل الحرفيين، لكل الستات اللي حافظوا على القفطان، لكل المصممين اللي طوروه، لكل الجمعيات اللي نشرت قيمته، ولكل اللي بيقدروا الفن الحقيقي. القفطان المغربي مش مجرد لبس، ده تاريخ، حضارة، فن، هوية، وجمال عالمي. درس لكل الشعوب: التراث لازم يعيش، يتعلموا الأجيال، يتطور، بس ما يفقدش أصله. القفطان المغربي قصة حية، جمال لا يموت، حضارة تتجدد، وهوية ما تتنسيش.